أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 من بوير اف ام. يسعد لي صباحكم. وصلنا للفقرة الحوارية طبعا مع ضيفينا، ضيوف غاليين على قلبنا، هن نوروا الاستوديو أيضا بوجودهم. هن الأستاذ سامر حنا والأنسة ماريا حنا. أهلا وسهلا فيكم. يسعد لي صباحكم. صباح الخير. يسعد لي صباحك كمان، وصباح الخير لكل مستمعين راديو بوير. أهلا وسهلا فيكم أيضا مرة تانية لكل متابعينا اللي عم يتابعونا على الموجة 103.5. هلا أن ضيوفنا من إذاعة سورويو، الإدارة المشتركة لإذاعة سورويو، الأستاذ مثل ما ذكرنا سامر حنا وماريا حنا أيضا. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية، ونبارك لكم باسم إذاعتنا رسميا إذاعة سورويو عبر احتفال كان مقرر امبارحة بحي الأربوية. بالتوفيق إن شاء الله لكم. شكرا أكيد لك. بالبداية بدي أتشكركم على هاللفتة الحلوة منكم وعلى السرعة القصوى بالإنتاج والنشر اللي عندكم. عن جد أنتم دائما السباقين بهاي المواضيع، هذا واجبنا أكيد. عن جد نتشكركم، وحلوة هاللفتة اللي الدعوة اللي دعيتونا كمان فيها، وإن شاء الله نكون كمان خفاف على قلبكم. يا أهلا وسهلا فيكم متابعينا. للي حابب ينضم لنا 429 101 هو رقمنا الأرضي. أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4 هو رقم الواتساب. أيضا عبر البث المباشر بوير عربي فيكم تنضموا لنا، تباركوا، أو إذا يكون حدا عنده أي استفسار أو أي سؤال عبر كومنت عبر البث المباشر فيكم تنضموا لنا. فورا راح نتوجه لعند ضيفيني اللي هن نوروا استديونا طبعا مرة تانية. بنقول بداية لو هيك تحدثونا عن فكرة إقامة تأسيس راديو سورويو. راديو سورويو هي إذاعة، هي طبعا إذاعة سريانية بحت، بتحكي بصوت الشعب السرياني بلغته، وإلى دور أساسي بإيصال رسالة الشعب السرياني إن كان للمجتمع الموجود هون أو المجتمع المغترب أيضا. طبعا هي أول إذاعة سريانية تم افتتاحها أو بث أو انطلاق إذاعة سريانية بهذه المنطقة أو بالجزيرة السورية. كان إلى دور أساسي لنمي قدرات الشعب السرياني، مثل ما قلنا من شوي إيصال صوتهم، الوقوف بجنب الشاب السرياني اللي هلأ صار كل جنب تفكيره هي الهجرة والاغتراب. كان أحد أسباب الهجرة والاغتراب مثل ما بنعرف كلياتنا هي أنه عدم وجود وظائف، عدم وجود مؤسسات معنية تراعي ظروفهم، توقف جنبهم، تعملهم شغل أو أعمال. فهي الفكرة أجت لتشغيل الشاب السرياني بشكل أساسي، وأكيد مثل ما قلنا لإيصال صوتهم، مشاكلهم، إن كان للمجتمع المحلي أو المجتمع الإقليمي أو الدولي. وهي جسر وصل، كانت الأهم أنه جسر وصل بين المغترب والموجود بالوطن يعني. فحبينا تكون هذا الجسر الوصل بين المغتربين وأبناء المنطقة، بيكون بلغتهم، بصوتهم، بألحانهم، بموسيقاتهم وأغانيهم يعني أكيد. فرح يكون يعني بيقرب أكتر، فلهيك أنشئت هاي المؤسسة، وأيضا تكون بجانب بتساعد وتكون مشتركة أيضا مع جميع الإذاعات الموجودة بالمنطقة، إن كانت مؤسسات كردية عربية حابة تكون بنفس الصف معهم بنفس السوية، وينطلقوا ليوصلوا صوت أبناء المنطقة كلها بشكل عام. أكيد طبعا موفقين بمشواركم اللي هو مشوار طويل، وربما راح تكون فيه عقبات، لكن مشوار ناجح إن شاء الله. فاصل صغير وبنرجع.
رجعنا لكم من جديد مع الرئاسة المشتركة أو الإدارة المشتركة لإذاعة ثورويو. أنا عم ضل الفضة ثورويو، ما بعرف إذا ثورويو للأستاذ ماهر عفوا سامر حنا وماريا حنا. نحن ما بنقرب بعض، فقط تشابه فقط تشابه، يعني النسبة هي فقط التشابه. طبعا كنا هنا بصدد الحديث حول فكرة تأسيس الإذاعة هاي وأسبابها. طبعا ذكرنا إياها الأستاذ سامر حنا، وهلأ لنعرف بين قوسين إنه شو هو معنات اسم ثورويو. حدا من المستمعين عم يسأل فرضا عم يسمعنا، هلأ رح توجه سؤال للأنسة ماريا. بالبداية طبعا بتشكر دعوتكم لنا، وأكيد بنتشرف بوجودنا. أنتم إذاعة طبعا صديقة، وإن كان زملاء إن كان بالعمل وبالسلك الإذاعي. اسم ثورويو هو جامع لجميع تسميات شعبنا، طبعا شعبنا السرياني يعني. من نحن هو الشعب السرياني، الكلداني، الآشوري، الآرامي، المحلمي، الماروني، جميع التسميات، ولكن نحن جمعناها. يلي بتجمع هذا الاسم هو ثورويو. بالقدم كان اسمه ثورويو، باليوناني كان ثورايا، سورة، ولكن عبر التاريخ صار في تجزئة، صار في تفرقة، فكل واحد تسمى باسم. ولكن نحن خلال النضال اللي عم نقدمه حبينا نرجع التسمية القديمة ونجمع جميع أجزاء شعبنا من جديد. فلهيك حطينا مؤسسة ثورويو، عندنا كمان ثورويو تي في، وهلا صارت ثورويو اف ام. فالثورويو هو لنجمع جميع شرائح شعبنا سوا. حلو كتير. لو نسأل إنه هل الإذاعة هاي لمين بتتبع إداريا؟ هلا إداريا هي مستقلة، مؤسسة ثورويو الإعلامية بشقيها مثل ما قلتوا. في عنا التي في والاف ام، وحاليا عم نجهز لسيريا كبريس، موقع خاص بالأخبار اللي تخص الشعب السرياني والسوري والعالمي يعني. إداريا قلتوا لك يعني نحن إذاعة مستقلة. في عنا نحن شيء اسمه تنظيم المجلس القومي اللي بثنهرين، هو شمسية لمجموعة مؤسسات تابعة له. في عنا السياسي، الثقافي، الشبيبة، كله جامعة، وكلياتنا إداريا نتبع لهذا المجلس. طبعا هذا المجلس مو خاص بسوريا فقط، بيخص جميع مؤسسات شعبنا بالعالم أجمع، فيه بأوروبا، بالعراق، بلبنان، بجميع المناطق. تماما. اللي افهم منه انه الدعم الرئيسي لكم مين هو؟ ابناء شعبنا، ابناء شعبكم. يعني ما في انه تنقول مؤسسه اجنبيه او تمويل مثلا اجنبي وهيك انه يكون دعم، لا، هو دعم ذاتي ودعم من ابناء شعبنا. تماما. لأنه كونه رحبنا فيكم باسم الإدارة المشتركة للإذاعة الأستاذ سامر والأنسة ماريا، يا ترى هل هي تسمية عايدة لمبدأ الشراكة أو الرئاسة المشتركة من ضمن قوانين الإدارة أو الذاتية لشمال وشرق سوريا، ولا شو؟ هلا كتير سألوا هذا ولكن كان ربما موضوعي، ولكن فكرة مثل ما قلت لك نحن هذا المجلس القومي اللي بثنهرين بالمؤتمر الرابع له نزل قرار، أحدى قرارات المؤتمر إنه من شان يعطي دور للمرأة أيضا، لأنه مثل ما نعرف عبر التاريخ صار في كتير اضطهاد للمرأة وهيك يعني. فهذا المجلس القومي نضالنا نحن حب انه يرجع دور المرأة من جديد. فأحد القرارات كان انه بده يصير رئاسة مشتركة لجميع مؤسسات المجلس القومي اللي بثنهرين، الحزب، الشبيبة، الجمعية، الإذاعة، التلفزيون، الكل. فمن هذا المنطلق نحن حطينا إدارة مشتركة مشان ما يكون في مثلا انه ليش هلا صار عصر النساء فرح يكون إدارة نساء، او عصر ذكوري رح يكون ذكر. فنحن حبينا انه يكون في تشارك
مشترك، لانه رح يكون في وعدم تكامل تهميش يعني صح. ايه في رح يكون في تكامل وقت انه افكار، يعني الافكار رح يكون في تشاركيه ان كان افكار الذكر او الانثى، فلما يتجمعوا مع بعض رح يكون فكره يعني رح تكون احلى واقوى. لهيك من هذا المنطلق نحن سوينا اداره مشتركه ان شاء الله يا رب. كل التوفيق لكم. معنا هاتف عبر الرقم الارضي 429 101 لنشوف مين هو. الو صباح الخير. صباح النور، يا هلا. شلونكم يا ابو؟ يا اهلا وسهلا. اول شيء اشكركم على المبادره الطيبه الاخويه الوديه اللي دعيتوها اذاعه سوريو. شكرا كثير. هذا انتل على المحبه والتعاون والعيش المشترك بين كل المكونات. معلش سلامي لسامر ولماريا. صباح الخير يا ابو كرم. انا هون عندكم ابو كرم وهون ابو ساميه. ابو ساميه يسعد لي صباحك يا رب. يا بس هلا بدي كاتب شيء لهالاذاعه وبهالمناسبه بس مشان اذاعه ابوي كمان. انا اقول لدواعشي واخواتي ابو الروحي كمان عامل حاله الاب الروحي والتبني للشعب السوري. الحرامية ما شبعوا من النفط والمعامل والزيتون والقمح والدم السوري، كمان حط عينه على العجور والبطيخ الطنوري والعنب الخابوري والاشوري وباصطرمة والسجق الارمني والطلوحة ولحمه السرياني. يا عالم لا تؤمن الترك بعدها، يا عالم ان الذئاب تصول وتخون وتشتري وتفتري وتبيع وداخله يغلي غلي. تركيا كلما هيها للحرب اشعل النار في الميادين لكن اطفاها رب العالمين. ومهما صار تبقوا حلوين، نبقى حلوين وصامتين وصابرين، والهلال عايش مع الصليب، اخوة متحابين ليوم الدين. قولوا امين. الوطن الجميل للجميع. شكرا كثير لك الاخ ابو سامي او ابو كرم كيف ما كان. شكرا كثير لك. قبل ما نبلش اسئلتنا لانه في سلامات خاصه لكم ايضا من الاخ نهايه احمد. صباح الخير لاذاعتنا الحلوه بوير لك اخي عماد ولزملائنا ماريا وسامر، نتمنى لاذاعتهم كل الموفقيه. شكرا كثير له ايضا. رح نرجع نكمل حديثنا او ربما رح توجه السؤال هلا بهالسؤال الروتيني. هو ماريا رح يكون للاستاذ سامر، هو بخصوص الترخيص يعني او موضوع التراخيص. هل حصلتم على التراخيص اللازمه من الاداره الذاتيه بشان افتتاح الاذاعه؟ طبعا الترخيص موجود، وقبل ما يتم افتتاح الإذاعة حتى بالبث التجريبي قبل ما نبدأ بث تجريبي أول شيء قمنا بإجراء جميع الأوراق والتراخيص وأخذنا الموافقة. وعبر منبركم كمان بدي أتشكرهم على السرعة والبديهة بالسرعة تبعيتهم، إنه فورا أعطونا الترخيص والموافقات إن كانت موافقة لإنشائها وحتى بالمناطق اللي رح نذكرهم بعد شوي. الترخيص هو موجود من الإدارة الذاتية من مكتب الأعلام. حلو كتير، يعني ما لقيتوا أي صعوبة بالترخيص أبداً. بس بدي دي الشغلة هلا هو مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية هو مشروع ديمقراطي فبيضم جميع المكونات. لهيك شافوا انه افتتاح راديو خاص بالشعب السرياني شيء جديد، فلهيك حبوا هن كمان يقووا ويدعمونا، فلهيك سهلوا الامور اكثر يعني. كتير. فبنتشكرهم كمان عبر منبر بوير. اكيد نحن كمان بنتشكرهم على التسهيلات هاي. هلا لو اضطرقنا لعدد يعني عدد الكادر المخصص في الاذاعه، ما بعرف اذا هلا نحن مثل ما ذكرت من شوي سواء كان ذكور او اناث مثلا. تمام. هلا في عنا فقر بالاناث صراحه راح يزيدوا ان شاء الله. ان شاء الله هذا اللي بتمناه يعني. مثل ما ذكرت من شوي كنا نحن بث تجريبي، كنا تقريبا شي 3 شهور بث تجريبي قبل الافتتاحية اللي كانت أمس. فكانت انطلاقتنا بكادر جدا بسيط، لكن بصراحة كان الانطلاق جدا قوي يعني، وصار في صدى مسموع لإذاعة سوريو اف ام. هلا كادرنا نحن بما انه حبينا ننطلق بقوة، ما حبينا نبدأ بأساسات تكون ضعيفة، يعني تم اختيار الكادر بشكل يعني بعناية جدا يعني. فاخترنا أشخاص عندهم خبرة بالإعلام، مشتغلين بالإعلام كذا سنة. فطبعا اخترنا تقريبا مثل ما ذكرت في عنا صبيتين حلوين كتير يعني، بدي وجه لهم تحية. ماريا طبعا هي رغم ما انه هي مديرة إذاعة سوريا اف ام، ايضا محررة اخبار وايضا مقدمة برامج سريانية. في عنا كتير عليكم معناته. في عنا شابين كنترول ايضا، في عنا شاب ادمن صفحة، في عنا صبية كمان معدة ومقدمة برامج.
في عنا كمان صبية عم تقدم برامج سريانية. يعني فينا نقول نحن هلا حاليا 7 أشخاص موجودين، لكن على أمل إنه إن شاء الله يزيد الكادر عدد أكثر. يعني بالأيام الجاية رح يكون في مراسلين للمناطق طبعا أكيد في كتير كادر رح يكون. سؤالي اللي رح أوجهه للسياسة التحريرية للإذاعة السورية، هل هي خلينا ندمج السؤالين مثلا انه هن سياسه مجتمعيه فنيه ترفيهيه، عاده بتكون سياسات بعض الوسائل الاعلاميه واضحه، يعني بالنسبه لكم شو هي؟ طبعا السياسة التحريرية عنا هي طبعا نتحرى نحن أهم شيء المصداقية والشفافية بجميع برامجنا، إن كان الأخبار، البرامج السياسية المجتمعية، البرامج حتى الفنية مثلا، إنه ما نحاول ما يكون في تجريح لأي جهة، يعني نركز على المواضيع اللي بتهم الشعب. فأكيد نحن ما رح نبث خبر يكون بيأذي الشعب أو بيأذي سمعتنا أو سياستنا كإذاعة يعني. فأهم شيء عندنا هي المصداقية والشفافية بنشر جميع البرامج والأخبار. حلو كتير. هلأ لو تطرقنا لنوعية البرامج، من ضمن حديثك ذكرتي إنه رح تكون السياسة، كيف هي نوعية البرامج اللي رح تتقدم بهالإذاعة؟ كيف رح تكون؟ سواء البرامج نحن عنا هي برامج منوعة يعني بشكل عام. بتشوف في برامج سياسية، برامج ترفيهية، طبية، اجتماعية، توعوية، ونحن عم نحاول انه نعتني اكثر او نهتم اكثر بالبرامج التوعوية، خصوصا البرامج اللي بتعطي دور للمرأة مثل ما ذكرت ماريا، وايضا التوعوية كرمال الاطفال بالمجتمع الموجود. وعم نحاول كمان انه نعمل برامج هي موجودة بالخطة العملية، انه نعطي تسليط ضوء أكثر على الشباب المهمش، خصوصا الشباب ما بعد التخرج من الجامعة. الدور محاولة إيجاد حلول لكثير من المشاكل، إن كانت مشاكل نفسية، حتى في برامج عنا ضيف مختصة يعني بالعلم النفس، باللغة العصبية، أو في عنا كتير يعني متعاقدين معهم نحن ببرامجنا. هذا الشيء عم يساعد الشعب الموجود هون بهذا الظرف الراهن إنه يطلع من بعض الحالات ليصير عنده قوة أكتر ليقدر يستمر بيومه المعتاد. ومثل ما ذكرت رح يكون في برامج توعوية أكتر للاهتمام بالأطفال بجميع مراحلهم العمرية. وفي إن شاء الله كمان قسم للرياضة رح نفتح، وبالإضافة للأخبار وبرامجنا السياسية. حلو كتير إن شاء الله. لكن أهم شيء الموجود هو بكل برامجنا هي نبذ خطاب الكراهية بين المجتمع، ومد جسور محبة أكتر بين جميع المكونات والأطياف الموجودة هون. يعني حتى لو تكون بتشوفه برنامج بسيط جدا يتعلق بالموسيقى، بتشوف نحن عم نحاول نركز أكتر إنه نزرع المحبة والأخوة والتفاهم والاشتراكية بين جميع أبناء المنطقة. أكيد لأنه الله هو محبة يعني. أكيد طبعا. الشرائح المستهدفة في برامجكم الإذاعية هلا هو سامر ذكر إنه نحن بنركز إن كان على المرأة، على الأطفال، الشبيبة، إنه في بخطة عمل إنه يكون في برامج خاصة بالمرحلة العمرية، إن كان ما بين المراهقة للسن البلوغ، وهيك رح يكون في خاصة من ناحية نقول النفسية البسيكولوجية. فرح يكون في أكتر شيء يعني التركيز هو يعني بنعرف إنه أكتر شيء بيكون تركيز أطفال، شبيبة، المرأة، يعني إلى جانب طبعا إنه البرامج الثانية يعني. أكيد. رح تكون هنيك في ذكرتوا من شوي انه رح تكون في هناك مواجيز للاخبار، ايضا نشرات اخباريه. فيكم تشرحوا لنا رح تكون الاخبار باللغه العربيه او بلغات اخرى؟ مثلا رح تكون في نشرات اخبار او مواجيز؟ طبعا هلا بما انك ذكرت اللغات الموجوده ببرامجنا، نحن كثير اصرينا واهتمينا بموضوع انه يكون مناصفه بين لغتين، هي اللغه السريانيه واللغه العربيه. مبدئيا طبعا ف50% برامجنا لغه سريانيه و50% برامج لغه عربيه، بالإضافة للأخبار أيضا المواجز والأخبار في باللغة السريانية واللغة العربية. هو هلا مبدئيا طبعا اللغة السريانية موجودة لأنه هي إذاعة السريانية وعم تحكي بصوت الشعب السرياني، ومثل ما ذكرنا لأنه كرمال الشعب السرياني يسمع لغته عبر إذاعة محلية باسمه. واختيارنا مبدئيا للغة العربية هو
مثل ما كمان ذكرنا انه حابين إن نتوجه لجميع شرائح المجتمع، فاخترنا اللغة العربية لأنه هي مفهومة أكتر. يعني حتى السرياني نفسه يفهم اللغة العربية، الكردي يفهم اللغة العربية، الآشوري، الأرمني، الكلداني، الآرامي بشكل عام، الكل رح يقدر يفهم هاي اللغة العربية. فمن هيك سلطنا الضوء حاليا على اللغة العربية موجودة. لكن أيضا من كمان ممكن ماريا ذكرت إنه رح يكون إن شاء الله في عنا كمان برامج باللغة الأرمنية. هلا في عنا شاب زميل نوجه له تحية، هاروت، عم يجهز حاله لأعداد برامج باللغة الأرمنية. إن شاء الله رح ينطلق. وأيضا مع مرور الأيام وفي حال كبر كادرنا رح يكون من خلال كادرنا أيضا أشخاص وأعلاميين من المكون الكردي كرمال نعمل برامج باللغة الكردية. أكيد. هو هذا كان كمان كنت أسأل هالسؤال هذا، لكن أجبت عليه أيضا. كان حلو كتير حلو كتير الاستباق أحيانا لتكون إنه جميع برامجكم راح تكون باللغة السريانية، يعني الأولوية راح تكون للغة السريانية بشقيها الشرقية والغربية. يعني في كيف للمستمع اللي عم يسمع يعني في عم يحكوا تنقول السرياني المحكي الطوراني اللي عم يقولوا نحن، وفي الآشوري اللهجة الآشورية، وفي كمان هي هدول كلها تابعين طبعا منشقين من اللغة الآرامية الأم طبعا. فهدول لهجاتنا مثل ما في بالكردي أشيتي وهيك، فنفسه لهجات يعني في فهدول اللغات يعني عربي. مثل ما قال سوينا مناصفة يعني. هلأ نحن بيهمنا هلأ أنا كشعب سرياني بعرف تاريخي، بعرف حضارتي، أنا بيهمني أعرف العالم على حضارتي وعلى تاريخي. لهيك في برامج تاريخية مجتمعية ثقافية تبث باللغة العربية من شان الكل يتعرف عن قرب يعني انه شو هو الشعب السرياني، بما انه كان في تعتيم، كان في تهميش، غموض، انه في كتير عالم مثلا تسألهم انه انا ما بعرف، انه ما بعرف شو التاريخ، شو اللغات، شو الموسيقات. فنحن انه حتى ببرامجنا العربية عم نركز انه على التاريخ، على الحضارة، مشان نعرف الشعوب الاخرى علينا. حلو كتير. تفضل. أصعدك. هو قالت شغلة حلوة أنسة ماريا على إنه كتير بنعاني نحن كمسيحيين، إنه أول ما بده يعيدنا رفيق المسلم أو بيعيدني إنه هذا عيدك، يعني أول ما يبدأ فبدي يوضح له رسالة طويلة وعريضة إنه لا هذا عيد مثلا الغربي، هذا العيد الشرقي. فمن خلال برامجنا أيضا رح نحاول إنه نوضح اللي بيسمعنا بكرة بيحفظنا، بيتعلمنا، بيعرف إنه مثلا ليش هدول عيدهم غربي، ليش هدول عيدهم شرقي، ليش في هيك عيدين تقاويم، ليش. فكمان رح نسلط كتير الضوء على هذا، لأن هذا بنعاني منه كتير. جميع التساؤلات اللي براس العالم كلها رح نجاوب عليها إيجابيات. هذا توضيح صراحة نحن بحاجة له أكيد يعني. عندنا سلامات من الأخ لوفان تشاتو طبعا عم يسلم عليكم مشان ما تروح الرسالة، وأكيد رح أقرأها. مبروك افتتاح إذاعة سوريو، ولا شك أنه افتتاح أي صرح إعلامي هو إغناء للإعلام في منطقتنا، ونتمنى للعاملين في الإذاعة كل الموفقية والنجاح. تحية لصديق سامر ولماريا، وأكيد لطاقم بوير ولك صديق عماد. شكرا كثير، شكرا كثير لك وعلى فينا نقولها معايدة ولا تبريك ولا تهنئة. حبيب قلبي أنا كان بدي أوجه له تحية، أنا بحبه كتير يعني هو إنسان غالي على قلبي. سلامنا له أيضا. للي عم يسمعنا هلا عم تسمعوا بوير اف ام على الموجة 103.5 برنامج عطر الصباح، معكم أنا عماد خلف. ضيفيني هن يعني بصراحة هن من مضيوف أهل البيت هن أكيد يعني. الإدارة المشتركة لإذاعة سوريو بالأحرى الأستاذ سامر حنا والأنسة ماريا حنا، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. رح مشان للي عم يسمعنا وعم يسمع حديثنا لهلا حاليا عم نحكي بخصوص موضوع افتتاح هالإذاعة هاي. طيب اللي عم يسأل هلا التردد شو هو؟ رح نقول لهم انه شو هو التردد. 95.5 على الموجة اف ام. ويلي مثلا في عنده النت بيقدر يتابعنا على soroyo.fm.com، هذا موقع. وكمان في عنا صفحة الفيسبوك سوريو اف ام،
مكتوب بالعربي مشان اللي هلا عم يسمعنا او حدا بالأحرف اللاتينية بالأحرف اللاتينية بالانجليزيه سورايا اف ام على الفيسبوك، سورايا اف ام .com هذا موقع على النت. حلو. يقدر يسمعنا والتردد 95.5 ساعات البث. ايش قد راح تكون استاذ سامر؟ هلا مبدئيا هي 12 ساعة من 8 صباحا ل 8 مساء. بس مثل ما ذكرت ماريا في عنا رابط للبث المباشر عبر النت. في حال تم إغلاق الإذاعة مثلا الساعة 8 مساء فورا بيقلب على البث المباشر. يعني ممكن أيضا يسمع البرامج كمعادة وأغاني عبر التطبيق البث المباشر على الإنترنت. تماما. فهيك فينا نقول إذا في حال عم تسمعنا عن طريق الإنترنت خصوصا المغتربين بما أنه ما بتصلون الموجة القصيرة الإف إم، فأكيد رح يتابعونا 24 ساعة على 24 ساعة. أكيد. في خطة كمان إنه رح تكون على النايل سات بتردد نايل سات كمان رح تبث أيضا 24 ساعة. هاي بالأيام القادمة إن شاء الله. اللي بفهمه انه راح يكون التغطيه راح تكون بمناطق القامشلي يعني مثلا، ولا لوين يوصل هلا موجودكم هاي الموجه القصيره؟ هلا البث الرئيسي من القامشلي. حطينا حاليا ركبنا جهاز وبرج بمدينه الحسكه وبديريك. ديريك كان امبارحه شغال وبلش يعني. مسموع. الحسكه هل كم يوم كمان راح يطلعوا الشباب يزبطوا التجهيزات الأخيرة، فبس يتشغلوا قلة 3 أجهزة راح تغطي جميع الجزيرة، إقليم الجزيرة فيك تدخل يعني إنه من قامشلي الحسكة عمودة راس العين ديريك تلتمر حوالي ديريك كلياتها، فرح تكون تقريبا بجميع مناطق الجزيرة. هلا عادة تكون في البرامج اللي ذكرتوها تكون لها دورة معينة، مثلا كل 3 شهور كل 6 شهور، راح تتبعوا هالاسلوب هذا ببرامجكم انه راح تكون مثلا كل 3 شهور دورة برامجية معينة، راح تغيروا البرامج، راح تكون في شيء من هالقبيل هذا؟ طبعا هلا في برامج ممكن تتحمل ممكن 6 شهور في حسب البرنامج طبعا. اما في برامج ممكن تكون آنية يعني حسب الوضع الراهن. هلا لنفترض صار حدث معين بدك تحكي عنه كتير، ممكن ما بيتحمل أكتر من الشهر أو هاي الحالة الآنية انتهت مثلا، ما فيك تستمر بالبرنامج أكتر. ففي برامج رح تكون آنية أكيد مدتها قصيرة، ممكن أيام، ممكن أسابيع شهور أو أسابيع أو شهر. لكن في عنا برامج، لكن هل برامج ممكن 3 شهور إلى 4 شهور، في عنا برامج 6 شهور. أيضا نحن في عنا خطة بما أنه يعني السريان هي أيضا للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمناسبات الكتيرة وأعياد الكتيرة، فبتشوف نخصص لكل عيد نسميه نحن الثلاثيات يعني. مثلا هلأ من فترة كان عيد الميلاد، عيد ميلاد سيد المسيح، فخصصنا ثلاثية الميلاد سميناها طريق البشارة بما أنه هي عن البشارة بولادة السيد المسيح. فطبعا كان استقبال لرجل دين مدة 3 حلقات متتالية بتكون خلف بعضها، بنحكي كل طقوس وأجواء عيد الميلاد. فأيضا رح يكون في ثلاثية اسمه طريق الخلاص يلي رح يكون بعيد قيامة السيد المسيح، لنحكي كمان أكتر فيه عن الطقوس وليش انصلب السيد المسيح وإيمت قام وهيك هالأمور. شكرا كثير لكم. هلا أهم المشاريع من ضمن المشاريع اللي ذكرتوها أنها راح تكون هي توسيع للشبكة الاف ام، المشاريع والأفكار اللي عم تسعوا لتطبيقها ببرامجكم أو بإذاعتكم. سؤال لماريا. كخطة عمل مستقبلية يعني إنه مثل ما قلنا إنه أول شيء نزود الكادر اللي عنا، نشوف نقوي الإعلام السرياني طبعا بالمنطقة، نوصل صوت الشعب. في رح يكون في عنا خطة غير توسيع مثل ما قلت توسيع الاف ام، عنا رح يكون في نقدر نشتري على النايل سات مشان يكون في 24 ساعة، لنزيد ساعات البث على الاف ام يعني من 12 ساعة نسوي 24 ساعة، لنكبر الكادر، نزيد البرامج، ننوع. يعني نحن في شغلة بس ما ذكرناها انه نحن اسمنا سورويا ولكن الكادر مو ضروري كله يكون سرياني يعني. فنحن ما عنا هاي انه بما انه سورويا لازم الكل كادر، عنا شباب عرب، عنا ارمن، عنا كراد يعني.
في تنويع عنا. فمستقبلا إذا شفنا زاد الكادر يعني ممكن إنه يكون في لهدف لقدام إنه نسوي برامج باللغة الكردية. نعطي مثلا مساحات يعني إنه لغة كردية، لغة أرمنية، يعني هيك شيء حلو كتير. نحن بنتشكركم يعني ككادر وكإدارة بحضوركم المميز يعني كان حلو كتير. طبعا في كتير اهداءات اجتكم عبر الهوسيب. يسعد لي صباحك صديقي والفنان هوسيب قرابيديان، منورين. الف مبروك استاذ عماد. طبعا المبروك لنا اكيد لانه هي اذاعتنا واذاعه زميله، بنتمنى له التوفيق. مروان أومري كمان عم يبارك لكم ويهنيكم أيضا بالافتتاح. الكل عم يبارك. طبعا بنتشكركم. كلمة أخيرة لمستمعي ومشاهدي إذاعة بوير اف ام عبر إذاعتنا. نحن طبعا بنهنيكم مرة تانية بافتتاح الإذاعة وهالمشروع الحلو، وإن شاء الله عقبال مشاريع وأنجح وأكبر. كلمة لكم، كلمة من عندكم لمستمعينا. الشكر الأكبر لكم عن جد، لطيبة القلب والقلب الكبير اللي استقبلنا فيه، وابتسامتك الحلوة يلي هيك ريحتنا كتير. تسلم يا رب، الله يخليك. ما كنت أتمنى ينتهي البرنامج من وراء ابتسامتك الحلوة. تسلم يا رب. الشكر الأكبر كمان لجمهوركم ومستمعيكم عن جد ومتابعينكم على الصفحة. بدي أتشكرهم فردا. نحن فيهم بنقوى صراحة، ونحن عم نستمر كرمالهم، فبدي أتشكرهم كتير. ان شاء الله يا رب سوريو اف ام بتكون تقدر توصل صوت حقيقي يعني، وبكل شفافية ومصداقية. بتوصل صوت خليني اقولها بكل وضوح، هي معاناة شعب موجود حاليا بوضع ازمة وحرب. نعم. في مشاكل كتير ما عم تقدر توصل، ما عم يقدر الانسان مثل ما بيقول بحاجة اني اصرخ او وصل صوتي. ان شاء الله يا رب يكون منبر اذاعه سوريو اف ام يقدر يوصل هذا الصوت لاي شريحه كانت، او لاي مسؤولين كانت، او اي اداره كانت بتعني بمشاكلهم. واكيد نتمنى انه مثل ما قلت كمان ببدايه حديثي، انه نتمنى نكون صف واحد بجانب جميع الاذاعات الموجوده بالمنطقه لنقدر نكمل. يعني انا دائما بقول انه نحن حلقه، يعني اذا كان حلقه مفقوده ما رح يرتبط هذا الطوق اللي رح يعمل حاجز مانع لأي كراهية تصير أو أي مشكلة بتصير بين جميع أبناء هاي المنطقة. بيقولوا دائما مدينة قامشلي مدينة الحب، ودائما بسمع بيقولوا إنه لوحة فسيفساء رائعة. بعض الأحيان ببرك بيني وبين نفسي كتير بخاف إنه هالتسميات تبقى حبر على ورق، لكن بوجودكم انتم بوجود إذاعة بوير، وأكيد جميع الإذاعات والزملاء، وبوجود هلا إذاعة سوريا اللي انولدت من جديد ولتكون جانبكم، أكيد رح نحافظ على هذا الاسم. قامشلي مدينة الحب والمحبة والفسيفساء الحقيقية يلي ما بشوف مثل هيك لوحة بكل العالم. إن شاء الله تكون. وشكرا لك مرة ثانية. شكرا لكم. طبعا كفى ووفى. شكرا كتير لكم على استضافتكم طبعا، واكيد انتم كمان رح تستضافوا عنا بالاذاعه. وطبعا مثل ما قال سامر يعني انه نحن همنا الوحيد انه نوصل صوت شعبنا، معاناة شعبنا، لغتنا، تاريخنا نعرفه للعالم كله، مو بس للجزيرة، للعالم الدولي الإقليمي العالمي كله، لا يعرف مين الشعب السرياني، شو الشعب السرياني، شو ثقافته، شو حضارته، عن طريق برامجنا، أخبارنا، وأيضا العمل يلي رح نقدمه. طبعا مثل ما قال نحن رح نكون ضمن الحلقة تبع الصرح الإعلامي اللي موجود هون بالجزيرة، لحتى نضوي أو نسلط الضوء على الشعب الجزيري اللي كان على طول مهمش من جديد بفضل الوسائل الإعلامية، كان مثل بوير وغيره، وأيضا هلا جديد سوريو. رح نعرف الجميع مين هو شعب الجزيرة وشو عم يعيش شعب الجزيرة، وأيضا لنعزز العيش المشترك في المنطقة. أكيد إن شاء الله. لكن قبل ما أختم لقائي وكلمتي، يعني جتنا رسالة وتوضيح للأخ هوفيك. أنا آسف كتير لأنه لفظت ربما اسمه هوسيب ولكن هو هوفيك. أنا آسف كتير. صباح الخير بوير اف ام، صباح الخير لعماد خلف، بالتوفيق لماريا وسامر. بحب قول بأنه صح ماريا وسامر مدراء، ولكن نحن بنتعامل مع بعض كأخوة وأصدقاء، وهالشي هذا بيخلينا نقدم عمل حلو من خلال سوريو اف ام، من كادر سوريو هاروت وليلاف.
سلام لكم أكيد كان. شكرا. نتشكركم كتير أيضا لكل مستمعينا ومشاهدينا، كان لقاء حلو كتير. رح نرجع مع زميلتي همالين ونكمل مشوار عطر الصباح، خلوكم معنا.